السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حنا وياكم كنتواجدوا الآن بالقلب المدينة القديمة بمدينة أزمور بجهة الدار البيضاء سطات بإقليم الجديدة. فالساكنة ديال المدينة القديمة لمدة 5 أيام وهي كتعيش تحت الظلام. 5 أيام وليداتهم والأسر ديالهم والأمهات والآباء ما بقاوش قادرين أنهم يخرجوا في الليل، انهم يقضيوا الحاجيات ديالهم ويقضيوا الحويجات ديالهم ويخرجوا يتقداو. فكيف ما كتشوف في الخلف ديالي حنا راه مستعانين غير واحد الفلاش ديال التليفون باش مستعانين. فالساكنه ديال المدينه القديمه لمده 5 أيام وهي كتعيش في الظلمه. سمعنا على حسب الاراء ديال الناس وعلى حسب الساكنه كيقول لك شي واحد سرق شي كابليات، شي وحدين خونوا الخيوطه النحاس داكشي. فالساكنه ديال المدينه القديمه ماشي كيسوقها في هادشي. إذا تسرقوا النهار الأول وقع المشكل النهار الأول غيوقع المشكل النهار الثاني، وراه 5 أيام هذه 5 أيام والساكنة ولاو مخرجين البولات من الشراجم، كأننا كنعيشوا في شي مدينة وحدة أخرى، المدن وحدة أخرى ولات أحسن من مدينة أزمور. حنا هنا في مدينة أزمور كأننا كنعيشوا دبانة وسط البطانة. واحد السيدة كنت واقفين وياها كتقول لي حنا المسؤولين والناس اللي صاهرين على الشأن المحلي ما كيقدروناش ولو قد جناح ديال بعوضه. ففي مدينه أزمور مشاريع متوقفه، في مدينه أزمور بنيه تحتيه مهترئه، في مدينه أزمور الشباب كيضيع، في مدينه أزمور مستشفى كأنه خاوي الوفاض، مستشفى فارغ. ففي مدينه أزمور كأن هذا الشيء مخطط له، أن الساكنة والشباب ديال مدينة أزمور أنه يعيشوا ما تبقى من الحياة ديالهم بهذا الوضع هذا. فبركة، فعيب أننا نشوفوا رجال كبار في السن مديرين الفلاش ديال التليفون وغادين وسط الحفاري وسط الحجر. واحد السيد البارح قالوا لي في الليل غادي كيجري من واحد الدرب مظلم، مالك ما مالك، شي واحد كان تابعني من اللور. حشومه، يعني الناس كيستغلوا هذا الوضع ان الظلمه تكون باش يجريسيو، ناس اللي فرحانين ان هذا الوضع يكون في حال هكا، فعيب وعار. فالساكنه ديال مدينه أزمور ما بقاش كطالب بمشاريع، ما بقاش كطالب بشي حويجات اللي كبار، ولات كطالب اضاءه، ولات كطالب بحويجات. شوف الوضع كيف داير. شوف هذه مراه كبيره في السن، شوف شنو مديره بوله كتشارجه ومخرجها معاه. شوف الوضع كيف داير. فالناس ديال المدينه القديمه راه كانهم، راه كيف ما كتقول السيده، كانهم عايشين في دوار. راه عيب وعار الكريساج في المدينه في الليل. فانا غنعطيوها الكلمه ونشوف شنو غتقول لكم، وتحيه لكم. خويا هاد المدينه هانتوما كتشوفوا فيها راه عندنا عايشين في الدوار، راه ما كاينش الضوء. ما فهمناش حنا علاش كيفاش عندنا كنخرجوا بالليل كنخافوا، كنبغيو نخرجوا نتقداو كنخافوا. ما فهمناش اخويا حنا هاد المدينه كيفاش، ما فهمنا حتى شي حاجه فيها، ما فيها ها انت ما كاين لا ضوء لا حتى شي حاجه. واش باغيين يقتلونا الله اعلم. 5 أيام وديك الخيوط مقطعين، وعندي بنتي كتخرج بالليل. لا اله الا الله ومحمد رسول الله.